ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معكم المهندس محمد سعيد من قناة دليل المهندس سعيد. النهاردة هنتكلم عن تنظيف التكييف بطريقة احترافية وفي المنزل بدون فني وبأدوات بسيطة موجودة في كل بيت. طبعا ناس كتير بتنسى تنظف التكييف بتاعها. تنظيف التكييف بيقلل من استهلاك الكهرباء وبيساعد في زيادة كفاءة التكييف والتبريد، واللي أهم من كده إن هو بيقلل البكتيريا اللي بتكون في التكييف، فبيحافظ على الرئتين بتوعنا. طبعا اول واهم خطوه واللي ناس كتير بتنساها هو فصل مفتاح التكييف. لازم يا جماعه مفتاح التكييف ده نتاكد انه مفصول، يعني لو هو مفتوح دلوقتي نتاكد ان احنا فاصلينه. وفي تكييفات ملهاش المفتاح ده وليها مفتاح على طول مباشر في اللوحه، فنعرف المفتاح المباشر بتاع اللوحه ده ونفصله عشان نفصل الكهرباء عشان نشتغل صح وبامان باذن الله. تاني خطوه واللي ناس كتير عارفاها اللي هي نفتح الفلاتر بتاع التكييف، نفكها. ادي اهو بنفتح التكييف وبعد كده بنفك الفلاتر برفق اهو. بصوا يا جماعه الفلاتر مترابه ازاي. طيب دلوقتي هنبتدي نغسل الفلاتر. اول حاجه طبعا هنفتح ميه سخنه من السخان، تمام، وهنبتدي نغسل الفلاتر. ممكن نحط عليها شويه صابون سائل ونغسلها عادي من الجنبين بايدينا من غير ليفه ومن غير اي حاجه. بصوا يا جماعه الوساخه اللي مطلعاها. بعد كده يا جماعه نجيب هي فرشه سنان او فرشه من اللي هي موجوده في الصوره، تمام. بس هي الميزه ان فرشه السنان ان هي بتبقى صغيره، تقدر تتحكم فيها في الحتت الصغيره دي، تمام. فنجيب فرشه سنان وبنبتدي ننضف كده التكييف من فوق لتحت، وبعد كده ننضفه يمين وشمال. نخلي بالنا يا جماعه من الحساس ده، تمام. محدش ان هو يبوظه وهو بينضف، ونحاول نبعد عنه. ولو حد يعرف يشيله هو بمشبك، لو حد يعرف يشيله تمام، لو هو متركب سهل هنا حد يعرف يشيله ممكن يشيله. لو مش عايز تشيله خليه زي ما انا حاطه كده عادي، ما فيش حاجه هتحصل باذن الله. بعد كده نفتح الجزء ده بتاع الريش، وبرده نحاول ننضفه كده من جوه، تمام. وننضف المراوح اللي هي اللي جوه دي. بعد كده يا جماعه هنجيب شويه خل صغيرين، طبعا هحطهم في طبق كبير بس انتم حطوه في طبق، في كوبايه صغيره او حاجه. انا مجرد عايز ان انا المس الفرشه بشويه الخل دول. هحتاج الطبق ده في الخطوه الجايه. بكون مجرد اني بلمس الفرشه بشويه الخل، وبعد كده بعمل نفس الموضوع.
الجزء اللي حوالين الحساس ده بحاول اهتم بيه، لان انا بعد كده مش هينفع ارش عليه ميه، فبحاول ان انا اهتم بيه في موضوع التنظيف، اللي هي المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. طيب دلوقتي يا جماعه انا هحتاج ميه مغليه، وانا هحتاج مثلا نص ازازه الخل دي، وانا هحتاج شويه صابون سائل. احنا دلوقتي حطينا اهو الميه السخنه على شويه الصابون السائل صغيرين جدا، على نص ازازه خل. تخافوش من الميه السخنه يا جماعه على التكييف. وهنجيب كنكه صغيره جدا عشان نصب بيها. هنجيب دلوقتي اهو عملنا ملينا الكنكه شويه صغيرين، وهنبتدي نصب من فوق التكييف، بحيث ان اللي يلمس اللي هو الشرايح الالومنيا اللي موجوده هنا. طبعا اهم حاجه ان الجزء اللي على اليمين ده، الجزء ده كله، اللي هو الجزء الابيض ده كله، هو فيه كارتة الكهرباء، ده ما نجيش جنبه. تمام. ونحاول ما نجيش ناحيه الحساس اللي هو الموجود فوق، الا لو خلعنا المشبك بتاعه. طبعا في حاجه، جزء الشرايح ده هو اللي بيلم الرطوبه، يعني هو دلوقتي الرطوبه بتيجي على الشرايح بتاعت التكييف دي. تمام. وبعد كده بتنزل، ده الحوض بتاع التكييف، بتنزل على الحوض بتاع التكييف ده، وبعد كده بتنزل على خرطوم الصرف. تمام. فالبكتيريا كلها هي اللي بتبقى موجوده في الشرايح دي، فنحاول نغسل الشرايح دي كويس. ممكن الجزء اللي جوه اهو بالكنكه برضو نروح ايه، نروح عاملينه كده، او ان احنا نحدفه كده. طبعا الجزء اللي تحت ده بيبقى متجمع فيه البكتيريا كلها. تمام. فاحنا بنحاول ان احنا ننزل الميه اللي فيها البكتيريا دي من الصرف، وفي نفس الوقت نغسل الشرايح اللي موجوده هنا. طبعا يا جماعه الجزء ده لو لاخمكم في التنظيف، هو بيتشال بكل سهوله، هو عباره عن كليبسات تمسكها بتحاول تخرجها لبره بس بكل سهوله برفق كده، اهو بيطلع معاك. تمام. فبنشيل اللي هو الجزء ده. بس كده شيلنا الجزء ده اهو. طبعا بالنسبه للجزء ده، هو ممكن يتعمل ببلاور هواء. تمام. او ممكن برضو يترش رشه بسيطه. ودلوقتي يا جماعه هنجيب بخاخه فيها شويه ميه بخل بصابون عادي جدا، وهنرش في الحتت اللي هي جوه دي، اللي هي عند المروحه الداخليه، الجزء اللي جوه اللي احنا مش عارفين نوصل له. وهنرش كمان رشه كده كمان على بقيه التكييف. رشه بسيطه كده عند الحساس اللي هنا، عشان ما كانش ينفع نحط فيه ميه سخنه. برش على التكييف كله، الجسم الخارجي والداخلي. وطبعا برضو ما برشش على الحته اللي فيها الكهرباء دي يا جماعه، الحته دي محظوره جدا، محدش يجي جنبيها. بعد كده بحته نظيفه هننضف التكييف اهو، بميه برضو بخل تكون سخنه شويه. ودلوقتي يا جماعه احنا ركبنا الفلاتر بتاعت التكييف، وزي ما انتم شايفين بالمنظر ده. طبعا في ملحوظه مهمه، ان فلاتر التكييف يا جماعه اهم حاجه في التنظيف، رغم انها اسهلها، بس هي اهم حاجه في نظافه التكييف. هي اصلا فائدتها انها بتلم التراب والبكتيريا
قبل ما تخش للتكييف. تمام. فبتبقى محمله بكميه بكتيريا وتراب فظيعه جدا. تاني حاجه ان ما ينفعش نركب فلاتر التكييف وهي مبلوله، لان فلاتر التكييف زي ما قلنا مساميه جدا، فهتلاقيها مع البلل اللي موجود جوه مع كتمه التكييف لما نقفل الغطا هتلاقيها برضو لمت بكتيريا. فلازم تتاكد ان فلاتر التكييف بقت ناشفه خالص قبل ما تركبها. وممكن تنشفها باي حاجه، بسشوار، باي حاجه عندك، او تسيبها تنشف طبيعي. تالت حاجه برضو اهم حاجه ان ما ينفعش تسيب فلاتر التكييف تنشف في الحمام، لانها هتلم البكتيريا بتاعه الحمام. فخلي فلاتر التكييف تنشف بره في الصاله او في اي مكان بره الحمام. في برضو ملحوظه مهمه، لو هتنضف بفرشه سنان لازم تبقى فرشه سنان مش مستعمله، عشان البكتيريا بتاعه السنان برضو ما تبقاش موجوده في التكييف وتاثر على الهواء اللي موجود في الغرفه كلها. فلازم الفرشه تبقى مخصصه للتكييف بس. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد في الاجهزه المنزليه وفي التشطيبات الكهربائيه واي حاجه تخص البيت. شكرا.